اللي حصل في تشيلسي خلال اليومين اللي فاتوا كان فعلا زي العاصفة، وده باعتراف كالوم مكفارلين نفسه. الراجل فجأة لقى نفسه المدير الفني المؤقت للفريق الأول بعد ما الإدارة قررت تمشي إنزو ماريسكا بشكل مفاجئ. تخيل إنك تصحى من النوم لقيت نفسك مسؤول عن فريق بحجم تشيلسي وداخل على ماتش تقيل قدام مانشستر سيتي في الدوري. ده بالظبط اللي حصل مع مكفارلين. ماريسكا المدرب الإيطالي انتهت رحلته مع تشيلسي بعد حوالي سنة ونص في ستامفورد بريدج، وكان جاي أصلا بديل لماوريسيو بوتشيتينو. آخر محطة ليه كانت تعادل مخيب قدام بورنموث، ماتش انتهى بتعادل 2-2 وخلى الفريق بعيد قوي عن المنافسة بفارق كبير عن أرسنال المتصدر، وده كان القشة اللي قصمت ظهر البعير. بعد القرار تشيلسي استعان بمكفارلين اللي هو في الأساس مدرب فريق تحت 21 سنة وعينه مدير فني مؤقت. المفاجأة كانت سريعة لدرجة إن النادي اضطر يعدل تصريح دخوله الملعب التدريب عشان يقدر يدخل غرفة المؤتمرات الصحفية. مكفارلين نفسه قال إن اللي فات كان 24 ساعة مجنونة، دوامة حقيقية، بس في نفس الوقت حس إنها تجربة ممتعة ومثيرة، وحاسس بطاقة إيجابية رغم كل الضغط. الراجل حاول يبان هادي وقال إنه مرتاح، بس طبيعي التوتر يزيد كل ما الماتش يقرب، خصوصا إنه أول مرة يشتغل على المستوى ده. اللي مطمنه شوية إن اللاعبين كانوا متعاونين معاه، وهو شايف إنهم كلهم في مركب واحدة وبيحاولوا يطلعوا منها بأفضل شكل. التحدي بقى كبير جدا، لأن أول اختبار ليه هيكون قدام بيب جوارديولا، واحد من أعظم المدربين في العالم، واللي كان لسه محتفل بوصوله لمباراته رقم 1000 كمدير فني. مكفارلين قال إن دور الجهاز الفني دلوقتي إنهم يجهزوا الفريق نفسيا وبدنيا، ويدعموا اللعيبة عشان ينزلوا الملعب وينفذوا المطلوب. هو مش شايف إن الفريق ملوش حاجة يخسرها، بالعكس لازم يقدموا أداء قوي ومحترم. تشيلسي داخل الماتش وهو متأخر عن مانشستر سيتي بكذا مركز وبفارق كبير من النقاط، وده مخلي الضغط أقل شوية، لكن برضو الموقف مش سهل. بعد رحيل ماريسكا طلعت كلام كتير إنه كان بيتكلم مع سيتي عشان يخلف جوارديولا، بس هو نفى الكلام ده قبل كده. جوارديولا نفسه علق على رحيل ماريسكا وقال إن تشيلسي خسر مدرب وشخص كويس، وإن القرار قرار إدارة وهو ملوش دعوة بيه. ولما اتسأل عن مستقبله أكد إن عنده سنة كمان في عقده، وإنه سعيد في النادي وبيحارب مع فريقه وحاسس باحترام الإدارة ليه، خصوصا بعد الفترات الصعبة اللي عدت عليهم قبل كده. الخلاصة إن تشيلسي عايش لحظة انتقالية صعبة، ومكفارلين داخل تجربة غير متوقعة كلها ضغط ومسؤولية، بس كمان فيها فرصة كبيرة إنه يثبت نفسه حتى لو كانت لفترة مؤقتة في واحدة من أكتر الفترات حساسية في موسم البلوز.